خوتي انا في رغايه، انا وين عيطوا لي البارح في اللايف قالوا لي شفنا الطفله هذه اللي خطفوها تاع قسنطينه. انا رايحين لعنده دوكا ونشوفوا اسكو صح شافها مليح ونستفسروا معاه مليح ونروحوا نشكو كيف راني حنعيط له دوكا وشوفوا اسكو يجي ولا يكذب. آخر تطورات الطفلة المفقودة بوغاشيش مروة، السلطات المعنية وجيران الطفلة بدأوا حملة كبيرة للبحث عنها داخل العمارات وفي كل الأماكن المشبوهة، وكاين اللي راهم ينشروا الأكاذيب ويقولوا شفناها وراهي مخطوفة في جنان الزيتون، راح يحقوا معاهم ويتحاسبوا. هذه طفلة حطوها كامل باللي راهي بنتنا، ان شاء الله يا ربي نلقاوها. هجوم هنا كنت توريها شو خوتي هذيك كلها ضرا ما يرجع خطوتها. بون السلام عليكم. حبيت نلحق ميساج برك لهذا الطفل الالجيروا تاع الجزائر. قال لك بوغاشيش مروه رانا لقيناها في رغايه، واني عيطت حقا للدوله ولا الجهات المعنيه. اصدقي كون ما تدارش هي نتما في الجزائر العاصمه تحمل مسؤوليتك. نعم تحمل مسؤوليتك. هذه ماشي لعبه ولا بلوطه ولا جو ديشيك ولا ضامه، راهي عبد عندها عائله، عندها جيرانها، عندها فاميلتها وعندها دمها، فهمتني زيماه. وراك تشلوش على الخدمه. تما دوك ملي كنا حنا نفتشوا عليها في قسنطينه وضواحيها والكارتي تاعها وين تسكن ولات الطفله راهي في الجي. تما ما كانش براجات، الدنيا راهي هامله. الطفله هذه ديبلاسي في بوراق مليكه والله، منين الزياديه وين تسكن ما تعرفهاش. كنت هبطها تحطها في سيدي مبروك قادره تهمل. تحمل مسؤوليتك منا وهكا. هذه هي الرساله اللي نوصلها لك. السلام عليكم.